والله ده بس من ذوقك عشان انت موجود. تسلمي والله. ابو نسب، مين ابو نسب اللي بتحبيه قوي في حياتك مبدئيا؟ مين ابو النسب ده اصلا؟ ابو نسب ده اللي بيبقى من عيله مناسبه بقى، حد جوز حد قريب الجو ده. لا انا بحب كل الناس الصراحه. والله ده حلو جدا. والله حلو يعني انا الرئه دي مش قادر استوعب. والله. الله يخليك. ياسمين، نتكلم عن الفيلم. مش اول تعاون مع محمد عادل امام، فوشكم حلو على بعض. وشنا حلو على بعض. والله اتمنى، كلمه جميله، اتمنى ان شاء الله يا رب. ايه المختلف بقى في الدور دوت وبابا رئيس عصابه وبتاع اولا ان الاستاذ ماجد الكدواني بابايا دي حاجه يعني انا اتشرفت جدا بيها. ان المخرج الاستاذ رامي امام حاجه جميله جدا وتجربه رائعه ان شاء الله تتكرر. ان شاء الله بقى الفيلم انا شهادتي فيه مجروحه، الناس لما تدخل ان شاء الله هي اللي تقول. انت تتصوري ان محمد عادل امام يبقى بكلش في وقت من الاوقات؟ والله انا صعب عليا اللي عمله ازاي كده اي الدور وبتاع مش. طب مبدئيا كده انت لو في راجل في حياتك بكرش عموما تقبلي الفكره ولا لا؟ صعب يعني انا زي كده. انت ممري خالص. لا يعني انا بحب الناس تبقى في احسن حاجه واحب اشجع الناس. يعني عادي احنا مش بنتولد 100 بس بنحسن نفسنا. يعني عفويتك الناس بتحبها جدا مهما كانت التصريحات ممكن تروح في اي حته، فده بالنسبه لك شايفاه احسن حاجه ولا ممكن تخلي بالك شويه بعد؟ لا هي دي طبيعتي وانا كده والناس اللي تحبني زي ما انا. اكيد. دراما رمضان مفتقداكي برضه، فعايزين نعرف ممكن نشوف مسلسلات الفتره اللي جايه ولا لا؟ ان شاء الله بنشوف لسه ان شاء الله. البراندات والموضه شايفاها ازاي؟ لا خلاص انا دلوقتي مش فكره بس براندات وموضه، انا بعمل براند ميك اب باسمي، انا لسه منزله خط انتاج شنط ونظارات باسمي، يعني انا في الحته دي. طيب في اي حاجه. نعم. انت زي تنجحي في اي حاجه طبعا. يا رب اشكرك. تسلمي حضرتك، نورتيني ودايما مكسره الدنيا. ربنا يخليك. شكرا. انا عايز اخد صوره معاكي. ابو نسب التليفونات. طيب يا جدعان بلاش زق يا جدعان، في يا جدعان يا عم الناس يجي كده على فكره. تعالى جنبنا هنا. جنبنا احنا عارف. انت عارف شغلك. هنا ياسمين هنا تاني ياسمين تاني. يلا ارجعوا بقى يا جدعان.